الا قلت لك واش تقدر تعيش 100 يوم تحت الماء؟ 100 يوم هادشي غادي يخلينا نفكروا في العالم الامريكي جوزيف ديتوري في تحطيم الرقم القياسي العالمي في العيش تحت الماء لمده 73 يوم وساعتين و34 دقيقه، اللي كان بحوزه الباحثين بروس كانتران وجيسيكا فاين من ولايه تينسي اللي حققوه سنه 2014. في هذا الفيديو هذا غادي نعرفوا شكون هو جوزيف وشنو هي هاد التجربه، واش بصح ممكن تزيد من العمر ديالك. قبل ما نبداو الفيديو بغيت نشكركم على 4000 مشترك، وما تنساوش ديروا ابوني لاي واحد اللي كيتفرج، حيت كنلاحظ بلي الناس اللي كتفرج فيا اغلبيه فيكم ما دايره ليش ابوني. داكشي علاش خاصك دير لي ابوني، وما تنساش تفعل زر الجرس باش يبداو يوصلوك الفيديوهات ديالي انت الاول. السلام عليكم، هذه القناه ديالي كنقدم فيها مواضيع مختلفه، ما تنساش دير لايك ونبداو بسم الله. جوزيف ديتوري اللي العمر ديالو 55 عام كان خدم 28 عام في القوات البحريه بصفه ضابط غوص. مورا ما خدا التقاعد ديالو سنه 2012 وبسبب الشغف ديالو للعلوم دخل لواحد الجامعه في جنوب فلوريدا باش يشد الدكتوراه ديالو ويزيد يعرف بزاف على اصابه الدماغ الرضيه، يعني اللي مرتبطه بالصدمات. جوزيف غادي يوثق هاد التجربه لحظه بلحظه هو والاصدقاء ديالو، كما كيبان لينا باللي كانوا فرحانين به ديال بصح منين خرج من ديك الغرفه، وراهم معولين على هاد التجربه باش يوصلوا لبزاف ديال الابحاث علميه. وكما لاح في الحساب ديالو على الانستغرام باللي هاد التجربه بدلت فيه بزاف ديال الحوايج، وباللي الامل ديالو الاكبر هو يكون يلهم بزاف ديال الشباب من المستكشفين والباحثين لتجاوز كل الحدود. ديتوري حاول يوثق هاد الرحله كامله عبر مختلف الحسابات ديالو في مواقع التواصل الاجتماعي. واخا هادشي كامل وهاد التجربه كامله فراه كان مكمل القرايه ديالو في ماده الهندسه الطبيه عبر الانترنت. البروفيسور ديتوري ولا المعروف باسم دكتور اعماق البحار بدا المغامره ديالو في الاول ديال مارس في واحد الغرفه اللي المسافه ديالها 9.2 متر مربع وعلى عمق 6.7 امتار تقريبا، باوتيل جوز اندرسي لودج شمال فلوريدا. وهذا هو الاوتيل الوحيد اللي كاين تحت البحر في الولايات المتحده. هاد التجربه هذه ولا هاد المشروع سميتو نيبتون 100 كيبحث فيه هاد الاستاذ بجامعه فلوريدا التفاعل ديال جسم الانسان مورا ما كيتعرض لمستويات كبيره من الضغط. وديتوري كيفترض باللي تطبيق اليات العمل المعروفه بالطب العالي الضغط ممكن تعالج بزاف ديال الامراض بما فيهم الاصابات الدماغيه. كيبني النظريه ديالو والاستنتاجات ديالو على الدراسات اللي توصلوا ليها في ديك 5 ايام الاولى اللي دوز في التجربه. وهذا الشيء اللي كيقول باللي الضغط المتزايد ممكن يعاون البشر على انهم يعيشوا مده اطول ويعاونهم باش يتجاوزوا الامراض المتعلقه بالشيخوخه. وعلى حسب الهضره اللي كيقولوا المختصين في التجربه هذه والتابعين لجامعه فلوريدا باللي غادي يتبعوا الحاله ديال الدكتور نفسيا وعقليا ويشوفوا واش بصح باللي النظريه ناجحه وباللي كيزيدوا من العمر ديال الانسان وتقدر تعيش اكثر وبصحه جيده. غير هو عندهم اشكال واحد باللي المستويات العاليه من الضغط ممكن تكون خطر على البشر وعلى الحياه ديالهم. دابا وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساش تخلي لي تعليق ديالك كتقول لي فيه كي كتجيك لاشين ديالي والمستوى ديال الالقاء ديالي، واي حاجه خاصها تبدل ما تنساش تبارطاجيها معايا باش يكون الفيديو الجاي احسن من هذا. وإلا كنتي كتشوف باللي كنستحق الدعم ديالك فخلي لي ابوني ديالك. تهلاو ونتلاقاو في الفيديو الجاي.